بكم. في هذا الدرس سنتعلم كيف نتحدث مع مالك البيت. أنت داخل البلد يتحدث الإسبانية وتكتري لدى شخص إسباني. سنتعلم كيف نتحدث معه عن مشاكل المنزل. إن كنت مهتما بهذا الدرس فلا تتركه يقف عندك، شاركه مع أصدقائك، اضغط زر الإعجاب ولنبدأ على بركة الله. كالعادة قلنا في الدرس السابق من دروس تعلم التحدث في الماضي كان لدي. من يتذكر منكم كيف نقول كان لدي؟ جيد. tuve 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 tuve. تسرب أو تسرب الماء، مثلا حين يكون مشكل في الماء، صنبور مثلا يسرب الماء أو إلى غير ذلك، نقول جيد una fuga de agua. una fuga de agua. لاحظ معي النطق fuga fuga de agua. una fuga de agua. إذا كان لدي تسرب في الماء نقول نعم tuve una fuga de agua. tuve una fuga de agua. فالبارحة كان لدي تسرب في الماء نقول، حاول أن تعيد معي بصوت مرتفع. نعم ayer tuve una fuga de agua. ayer tuve una fuga de agua. في الحمام. في الحمام هي الحمام هو el baño. في الحمام جيد en el baño. en el baño. ayer tuve una fuga de agua en el baño. كارثة كاين مصطلح بالإسبانية هو كاوس. كاوس كاوس واحد الكارثة. وكانت كارثة، تسرب لي الماء في الحمام وكانت كارثة. se dice perdón para que se escuche bien la voz, que tenemos el micrófono. Vale, está bien así. Perfecto. Pues fue un caos. fue un caos. ayer tuve una fuga de agua en el baño y fue un caos. como se dice البارحة كان لدي تسرب المياه في الحمام وكانت كارثة. حاول أن تعيد معي بصوت مرتفع رجاء. جيد. ayer tuve una fuga de agua en el baño y fue un caos. y fue un caos. سننتقل لجملة أخرى، ركز معي جيدا. قبل بضع أسابيع، يعني قبل أسبوعين، 3 4 أو 5 على حسب المدة، نقول جيد hace unas semanas o hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace una semana, hace 3 días، على حسب المدة. entonces قبل بضع أسابيع نقول نعم hace unas semanas. hace unas semanas. مثلا تعطلت الغسالة الخاصة مثلا بالملابس، تعطلت، نقول بالإسبانية بطبيعة الحال se me estropeó. se me estropeó. الفعل هو estropearse. estropearse يعني كنقول هنا بالدارجة خسرات. estropearse. وخسرت ليا، تعطلت لي، نقول se me estropeó. شكون هو اللي تعطل أو خسر؟ الغسالة. estropeó. se me estropeó خسرت ليا. que la lavadora. la lavadora. entonces قبل بضع أسابيع تعطلت الغسالة، نقول sí hace unas semanas se me estropeó la lavadora. hace unas semanas se me estropeó la lavadora. كان يجب علي أيضا رأينا هذا الفعل في الدروس الأولى، نقول se me estropeó. عفوا، إذا رأينا ذلك في الحصص السابقة. إذا كان يجب علي perfecto tuve que
أتصل. جيد. Entonces, tuve que llamar. Tuve que llamar. بما سأتصل، من سيصلح لي الغسالة؟ إن كنت تجيد إصلاح الغسالة أمور البيت فجيد جدا. أما إن كنت لا تعرف أو مشغول لديك الوقت فستضطر إلى أن تتصل بتقني والشخص الذي المتخصص مثلا في إصلاح الأواني أو الأدوات المنزلية. إذا قلنا tuve que llamar تقني أي الشخص الذي مثلا يتخصص في إصلاح الغسالات، نقول técnico. Tuve que llamar a un técnico. Entonces, hace unas semanas se me estropeó la lavadora y tuve que llamar a un técnico. Hace unas semanas se me estropeó la lavadora y tuve que llamar a un técnico. إذن هذا مشكل من المشاكل ممكن أن تكون قد حدثت معك في المنزل. أنت أو أنت إن كنت تشاهدون هذا الفيديو ولديك مشاكل في المنزل وتريد أن تحكيها لصاحب المنزل، ¿quieres contar esto al dueño de la casa? Escríbeme todo en los comentarios. اكتب لي الجمل التي أنت تريدها ولديك مشكل في المنزل، سأجيبك في التعليقات إن شاء الله. نواصل، ننتقل للجملة الموالية. الجار الذي يسكن في الأعلى، نقول كل هذه الجملة. الجار الذي يسكن في الأعلى نقول el vecino de arriba. el vecino de arriba. مثلا كان يزعجكم، كان يحدث الكثير من الضجيج، نقول perfecto. hacía mucho ruido. كان يحدث ضجيجا. إذن hacía mucho ruido. el vecino de arriba hacía mucho ruido. في الليالي، مثلا حين يقترب الليل هو يقوم بإزعاج الجيران، نقول por las noches. por las noches. por las noches. انتقل للعيش في مكان ما، نقول جيد. se mudó. انتقل للعيش في مكان ما. Entonces, vamos a ver toda la frase. الجار الذي يسكن في الأعلى كان يحدث الكثير من الضجيج في الليالي، ولكن أخيرا انتقل. مشى بحاله تنينا منه. bueno. Entonces, el vecino de arriba hacía mucho ruido pero finalmente se mudó. أو el vecino de arriba hacía mucho ruido por las noches pero finalmente se mudó. Alhamdulillah. Entonces, el vecino de arriba se mudó finalmente porque hacía mucho ruido por las noches. ¿Qué hacía el vecino de arriba? Hacía mucho ruido y al final, ¿qué pasó? ¿Se mudó o no? Se mudó. Pasamos a otra frase. مثلا يوجد أشخاص لديهم مشكل مع النمل. أنا شخصيا لدي مشكل كبير مع النمل لحد الساعة لا أدري ما العمل معه، ما الحل معه. دائما خاصة فصل الصيف يكثر النمل في المنزل، لا أدري لماذا صراحة، مشكل عويص جدا. قلنا إذا لديك مشكل مع النمل وتريد أن تخبر به صاحب المنزل ويرى معك الحل، فتقول tuve una plaga de hormigas. plaga de hormigas يعني كاين واحد plaga، كاين النمل كنقولوا plaga de hormigas. tuve una plaga de hormigas مثلا في المطبخ. جيد. en la cocina. en la cocina. tuve una plaga de hormigas en la cocina. مثلا ظهر معك المشكل مؤخرا، سكنت أول مرة تسكن المنزل وتقول مثلا منذ بضعة أيام
ومنذ بضعة أسابيع كما سبق ورأينا في بداية الدرس. Hace, por ejemplo, 3 días, hace una semana, hace unos días, tuve una plaga de hormigas en la cocina. Tuve una plaga de hormigas en la cocina. ¿Dónde tienes la plaga de hormigas? En la cocina, en el baño, en la habitación, en el comedor, lo que sea. Entonces tuve una plaga de hormigas en la cocina. ولا أعرف كيف أتخلص منه، إذا ما عرفش كيفاش أنني bueno إلا كان عندكم شي حل مع النمل فما تبخلوش علينا، تخليوه لينا في كومنتاريوس abajo para الفعل اللي كنستعملوه باش نتخلص من النمل كنقول deshacerme deshacerme التخلص منها، لأن كلمة أورميغا في الإسبانية هي كلمة مؤنث، فنقول deshacerme de ella o de ellas. Deshacerme de ellas. Entonces, hace unas semanas tuve una plaga de hormigas en la cocina y no sé cómo deshacerme de ellas. Es un gran problema. Hace unas semanas tuve una plaga de hormigas en la cocina y no sé cómo deshacerme de ellas. Por favor, una solución. Pasamos a otra frase. Por ejemplo, منذ أسبوع انكسرت النافذة أو زجاج النافذة، وكان يجب علي الاتصال بالمصلح الخاص بالزجاج. إذا سنحاول أن نركب هذه الجملة معا. المضمون هو أن وقع لي كسر في الزجاج، اتصلت بمن سيصلح النافذة أو زجاج النافذة. لاحظ معي كيف سنقول هذه الجملة. Por ejemplo, البارحة ayer انكسر لي نقول الفعل هو romper أو romperse. إذا انكسر لي se me rompió كي الزجاج كاين اللي كيقول كريستال، كاين كيقول vidrio ¿vale? Entonces se me rompió que el vidrio de la ventana. أنا كنشوف هنا في الفنتانة porque hay una ventana aquí. Entonces se me rompió el vidrio de la ventana ayer. ¿Qué te pasó? Sí, se me rompió el vidrio de la ventana. وكان يجب علي الاتصال بمصلح الزجاج لكي يصلحها. نقول tuve que llamar الذي يصلح الزجاج نقول cristalero. Entonces tuve que llamar a un cristalero para reparar la ventana. Entonces ayer se me rompió el vidrio de la ventana y tuve que llamar a un cristalero para repararla. ¿Para qué? Para repararla. Ayer se me rompió el vidrio de la ventana y tuve que llamar a un cristalero para repararla. إذا بهذه الطريقة كما سبق ورأينا في الدرس، ليس الدرس السابق، الفيديو السابق في النصائح أو في الطريقة التي تعلمت بها أنا شخصيا الإسبانية، دائما أنصحك بأن تتعلم من خلال ما تحتاجه أنت. لديك مثلا مشكل في المنزل، حاول أن تجمع الكلمات التي لديك فيها مشكل، الأفعال التي ستستعملها، حاول أن تصرف كل فعل على حدة، بهكذا ستتعلم بسرعة. أعدك بذلك، أنا أقول لك أني أعدك بأن تتعلم، ولكن إذا اتبعت هذه الطريقة. كان هذا هو درسنا لليوم، نلتقي في الجزء المقبل إن شاء الله من طريقة التحدث بالإسبانية بكل ثقة وطلاقة. الثقة هي قبل الطلاق. إذا وثقت في نفسك وأعطيت قيمة لنفسك فتأكد بأنك ستتحدث. ودائما الوصية التي أوصي بها دائما، تحدث بأعلى صوت. Habla en voz alta. Habla en voz alta. Hasta la próxima, mis estudiantes. Adiós.